تفتكر هيحصل ايه لو نمت وصحيت لقيت العالم كله ستات وبس؟ تعال اقولك ايه اللي حصل. لما كان جنود الاحتلال البريطاني موجودين في كينيا كانوا بيغتصبوا الستات وبيعاملوهم أسوأ معاملة، وبدل ما الرجالة تروح تدافع عنهم اعتبروهم عار عليهم. من وقتها قررت ست اسمها ريبيكا لولوسولي، ودي من ضمن الستات اللي تعرضت للعنف هناك، انها تنشئ قرية وسمتها أموجة، وخلت القرية دي للستات المعنفات والمطلقات والأرامل وكمان البنات القاصرات. ومن وقتها اعتبروا الست دي هي الملجأ الأساسي والوحيد لأي بنت وأي ست بتتعرض للعنف هناك. وعشان الستات يلاقوا وسيلة دخل مناسبة ليهم قرروا ان هم يربوا الماشية ويعملوا بعض الديكور التقليدي. يا ترى بقى هيكون ايه مصير الأطفال الموجودين في القرية دي؟ بالنسبة للولاد أول ما بيكبروا بيطلعوا تلقائي برا القرية، أما البنات بإيديها تختار إما إن هي تقعد في القرية أو تطلع برا القرية عشان تتجوز وتكمل حياتها. وعشان الستات تقدر تحمي القرية حددوا سور من أشواك بيحرسوا 3 رجالة، يعني برضو ما قدرناش نستغنى عنهم. وبالمناسبة القرية دي في زيها بالظبط في مصر، اسمها قرية السماحة، هي قرية تابعة لإدفو وبتبعد عن أسوان 120 كيلومتر. عملتها وزارة الزراعة المصرية عشان تساعد الستات المطلقات والأرامل، وهناك بيشتغلوا في الزراعة. وبرضو الستات ما قدرتش ان هي تستغنى عن الرجالة، لأن الرجالة بيروحوا القرية عشان يصلحوا بعض الأمور التالفة هناك. لو جاتلك بقى الفرصة انك تعيشي في قرية كلها ستات وبس، هتحبي انك تروحي ولا لأ؟ ودي كانت أول حلقة من حلقات برنامج من وراء الكواليس مع نغم ناصر.